وهكذا كم من أناس نشأوا في الفسق ونشأوا في المحرمات ثم من الله عليهم بالتوبة وحسن إسلامهم واستقاموا على طاعة الله وختم لهم بالخير. من ذلك الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، كما ذكر غير واحد من أهل العلم منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال كان الفضيل بن عياض قاطعا للطريق، يقطع الطريق ويسرق، من يجاوز هذا الطريق يسرقه ويقطع الطريق ويأخذ المتاع والمال. هذا كان في بداية أمره. وكان يعشق جارية، وفي ذات ليلة تسور الجدار حتى يصل إليها، فسمع قارئا يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فقال الفضيل: بلى يا رب، قد آن، بلى يا رب، قد آن. فرجع، وكان هذا مبدأ توبته. رجع إلى كوخ فجلس فيه، وإذا به يسمع قوما مسافرين وهم في قافلتهم يقولون أو يقول بعضهم لبعض: اعدلوا بنا عن هذه القرية فإن بها الفضيل يقطع الطريق. فسمعهم رحمه الله تعالى فخرج إليهم قال: أنا الفضيل، أنتم آمنون، والله لا أجتهدن ألا أعصي الله أبدا. وذهب إلى الحرم وجاور بالحرم حتى مات رحمه الله تعالى، وصار من أكابر العباد الصلحاء ومن ثقات أهل الحديث. قال فيه ابن المبارك، وهو ابن المبارك، قال: ما بقي خير من الفضيل في الأرض، ما بقي في الأرض خير من الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومات على الصلاح، ومات على الزهد، ومات على التقى، ومات على الورع. وكان له أقوال عظيمة، منها نذكرها على سبيل الاعتبار: كيف كانت بدايته وكيف صارت نهايته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من أقواله: العمل لأجل الناس رياء أو شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وهو الذي قال في قوله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه، فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وردد يوما قوله عز وجل، الآية من سورة محمد: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال رحمه الله: وتبلو أخبارنا، إن بلوت أخبارنا فضحتنا، إن بلوت أخبارنا هتكت أستارنا، إن بلوت أخبارنا عذبتنا وأهلكتنا. وهو يبكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن أقواله هذا الإمام الزاهد التقي الورع، من أقواله يقول: وما عليك إن لم يعرفك الناس، تتهيأ وتتزين لهم حتى يعرفوك فيقولون فلان رجل صالح، وما عليك ألا يعرفك الناس، وما عليك إن لم يثني عليك أحد، وما عليك إن كنت عند الناس مذموما وكنت عند الله محمودا. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهو القائل: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لإمام المسلمين، فإن بصلاحه تأمن البلاد والعباد. رحمه الله. وهو القائل، وبه أختم، وهو القائل: من جالس صاحب بدعة فقد الحكمة